هذه القرية تعبد 3 أصنام، وجلسوا ليستمعوا منا الحديث عن التوحيد والإسلام. والعجيب أن فيها يعني أسرتين مسلمتين تقريبا، وهذا الشيخ رب إحدى هاتين الأسرتين. فأنا أقول له: لماذا لم يسلموا معك؟ لماذا لم يسلموا معك كل هذه الزمن الطويل وأنت مسلم بينهم، وأكيد دعوتهم، لماذا لم يسلموا؟ لا يريد أن يسلم في يد شيخ، يريد العرب، يريد الضيوف حتى يكون شرف إسلامهم. أنا أخذت الإسلام من يد العرب، هذا هو. يعني هم لا يريدون أن يسلموا حتى يأتيهم العرب رجل عربي نعم يرونه بأعينهم يدعوهم إلى الهدى والإسلام والتوحيد فيسلمون، وهذا شرف كبير لهم، يعدون هذا شرفا. نعم. وأما أن يسلموا على يد أخيهم ليس وصاحبهم في قريتهم ليس له قيمة كأنتم ضيوف. كلكم أهل خير وبركة. آمين يا رب. فهذه ثقافة موجودة في كثير من البلدان، أن هؤلاء الناس الطيبين لا يسلمون على يد إخوانهم إلا أن يأتيهم رجل من بلاد العرب، من أحد دعاة العرب، ينزل قريتهم فيحتفلون به ويطمئنون له، فحين ذلك يسلمون جميعا. قد تكون هذه الثقافة جيدة، وقد تكون لها مثالب وآثار سيئة عليهم، لكن هذا هو الواقع أردنا أن نحكيه. والسلام عليكم ورحمة الله.